إن الذرات التي تعتبر بنية المادة تتميز بوجود وتكوين غنيين للغاية في الإنسان، سواء من جهة تعدادها أو ترتيبها. 2. يتميز الإنسان بأفضلية تمثيله لكافة البنى النباتية والحيوانية في العالم البيولوجي. 3. أسس الإنسان أرقى أشكال الحياة الاجتماعية. 4. يتمتع الإنسان بعالم ذهني مرن وحر للغاية. 5. يمكن للإنسان العيش بشكل ميتافيزيقي. واضح جليا أن تواجد كافة هذه الخصائص والمزايا بشكل متداخل ومتكامل داخل الإنسان يجعل منه مصدرا لا ندا له للمعلومات المعرفية، وإدراك هذا المصدر ضمن تكامله يكافئ فهم الكون المعروف، أو إنه بأقل تقدير بمثابة بداية صحيحة لفهم الكون. قبل كل شيء يمكننا من خلال الإنسان تشخيص التكوينات الكائنة داخل وفيما بين الذرات التي هي أصل المادة، وكذلك رصد الروابط بين تلك التكوينات وبين الحيوية بأفضل الأشكال. بمعنى آخر، يمكننا تصور الإنسان كترتيب متسق للمادة الحيوية والمفكرة. لا شك إنه ومثلما أن هذا التشخيص لا يعتبر الإنسان مجرد مجمع من المادة، فهو لا ينظر إلى المادة أيضا كبنية خالية تماما من الحس الحي، في حين أن عقد الروابط بين المادة التي تتمتع بحس حي خاص بها وبين حقيقة الإنسان الذي يتعدى كونه مجمعا من المادة الصرف يعد مشكلة عويصة على صعيد المعنى. هذا ومن الضروري البحث عن منبع الميتافيزيقيا في هذا النمط من الوعي، في حين أن تركيزنا على هكذا طراز من الوعي يدل على مرونة لا محدودة، وقد يتخطى ثنائية المادة المعنى. ربما كانت غاية كل حي وجماد هي تجاوز هذه الثنائية، فبينما تكون غاية المادة اكتساب المعنى، يكون هدف المعنى تجاوز المادة. قد يكون ممكنا رؤية أولى أنفاس العشق في هذه الثنائية، وربما يكون مبدأ الدفع الجاذب بحد ذاته قد طرأ عليه التغيير ليتحول إلى ثنائية المادة المعنى. ربما كان القصد هو هذه الثنائيات عندما قيل بوجود العشق في أصل الكون، وكأن هذا العشق يرتكز إلى أمتن دعائمه لدى الإنسان. مقصد حديثي هو اعتقادي بأن البحث في المادة داخل الإنسان هو الأسلوب الأقرب إلى الصحة، لكن يبدو أنه من غير الممكن الوصول إلى التفسير الأقرب إلى الصحة للمادة داخل مختبرات الحداثة المعزولة بإحكام، في حين أن العلاقة بين الناظر والمنظور إليه في فيزياء كوانتوم لا تعترف إطلاقا بالقياس المطلق. فمثلما يجري الناظر تغييرات على المادة، بمقدور المنظور إليه أيضا إفلات نفسه من عين الناظر ضمن شروط المختبرات. إذن فالإدراك الصحيح غير ممكن لدى الإنسان إلا بالاستبطان، إذ ما من مختبر أعظم وأفضل إحكاما من الإنسان. ومثلما كشف ديمقريطس الذرة بهذا الأسلوب، فهو بذلك يكون قد حدد الأسلوب الصحيح منذ زمن طويل. ما نقصده ليس عدم فائدة المختبرات، بل نرمي إلى القول بأن مكان المبادئ الأساسية فيما يخص الإنسان موجود في الإدراك الحسي. يمكننا توسيع نطاق مبدأنا هذا أكثر، حيث بالمستطاع رصد كافة القوانين الفيزيائية والكيميائية بمستوى أقرب إلى الكمال داخل الإنسان، إذ ما من مختبر فيزيائي أو كيميائي يمكنه الوصول إلى مستوى الانتظام والترتيب الغني الموجود في بنية الإنسان. إذن ومن خلال بنية الإنسان يمكننا الوصول إلى المعلومة الفيزيائية أو الكيميائية الأقرب إلى الصحة، واستيعاب كيفية جريان التحول بين المادة والطاقة، وكذلك التفاعلات الكيميائية الأغنى الحاصلة، علاوة على أن أغنى ضروب استنتاج المعاني السليمة فيما يتعلق بالعلاقة المتبادلة بين المادة والطاقة يتحقق داخل الإنسان، إضافة إلى إمكانية التماس الوحدة بين المادة، الطاقة، الفكر في دماغ الإنسان. وهذا ما يوجهنا نحو سؤال صعب للغاية: ترى هل هذه الوحدة الجارية في الإنسان هي خاصية من خصائص الكون؟ تتأكد صحة مبدأنا الأولي من خلال تمتع الإنسان الذي اتخذناه أساسا للبلوغ إلى الحقيقة بآفاق واسعة إلى أبعد حد على صعيد الوعي والإدراك. وبالتالي يمكن اعتبار هذا المبدأ طريقا أساسيا للحصول على المعرفة، ومبدأ نسقيا سليما لبلوغ ماهية الحقيقة. ثانيا، بمقدورنا ملاحظة قرينة الحيوية الجمود بأغنى نطاقاتها وأمثلتها داخل الإنسان،
فالحيوية التي يتصف بها الإنسان تتضمن المزايا الأرقى من بين جميع الكائنات الحية المرصودة. لقد حقق تطور الحيوية ذروته في الإنسان. إلى جانب ذلك، فالقسم المادي فيه متداخل في تطوره ومتماش مع تطور الحيوية ليمنحنا أعلى مستوى من الرقي. وانتظام المادة في دماغ الإنسان إلى جانب رقيه في الحيوية لا يزال سرا مكتنفا بالألغاز. لم يتحقق الوصول بالعلم بعد إلى المعلومات الخاصة بدماغ الإنسان إلا بنطاق محدود للغاية. أما الروابط القائمة بين مهارة المادة في تنسيق ذاتها داخل دماغ الإنسان وبين مهارة الحيوية المرتقية إلى حد القدرة على التفكير المجرد، فلا تزال تنتصب أمامنا كمشكلة عويصة تستلزم الاكتشافات الكبرى. عندما قلنا بغنى المثال إن ما قصدنا به هذا العضو الرائع في رقيه، علاوة على ذلك فكل عضو من أعضاء جسد الإنسان وأولها القلب يشكل معجزة بحد ذاتها. أنوه هنا على الفور إلى أن أعضاء الإنسان التي باتت موضوع بحث وتمحيص معقدة للغاية بحيث لا يمكن تركها للطب وحده، بل يتوجب البحث فيها من قبل كافة العلوم وفروعها متحدة كي تكون موضوعا لأبحاث قيمة. في حين أن ترك الإنسان للميدانيين الطبي والنفسي على نحو ثنائية الروح والبدن يعد أعظم جهل، بل وجريمة فظيعة لدرجة الجناية.